كشف النجم إدوارد تفاصيل الأزمة الصحية التي عاشها خلال الفترة الماضية، وكواليس اكتشافه إصابته بسرطان الكلى، والجراحة التي خضع لها لاستئصال الورم. وقال إدوارد خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر قناة DMC: الكام شهر اللي فاتوا مريت بأسوأ شهور حياتي. الموضوع ابتدى لما المخرج محمد سامي طلب مني أسيب شعري ودقني علشان المسلسل، وحسيت إني ممكن أعمل الشخصية وأنا رفيع، وفعلاً لجأت لحقن التخسيس ونزلت حوالي 15 كيلو. وأضاف إدوارد: في حد نصحني أجرب الحقن الأسبوعية بدل الحقن اليومية، وفجأة قعدت حوالي 4 أيام لا بدخل حمام ولا باكل لقمة، وسخونة ومش عارف في إيه. رحت لدكتور جهاز هضمي، قال لي تقريباً حصل عندك شلل في المعدة، وكشفنا بالسونار وفوجئت بحاجة تفوق الخيال، وإنهم شاكين إني عندي سرطان. أوضح إدوارد أنه استشار عدداً من الأطباء في حالته قائلاً: قعدت ألف على دكاترة وأسأل في أمريكا، الدكتور قال لي عندك سرطان في المرحلة الأولى في نص الكلية الشمال، ولازم الكلية كلها تتشال. وأكمل إدوارد: محمد سامي قال لي لو عايز طيارة خاصة توديك بره أنا تحت أمرك. ومي عمر خدت تحاليلي لأخوها في أمريكا، وبعد العملية وتحليل العينة طلع ورم خبيث، وأشكر ربنا إني ما دخلتش في كيماوي. وكشف إدوارد عن أنه أخفى طبيعة مرضه عن أولاده قائلاً: مراتي بس اللي كانت عارفة، ما كنتش عارف أحكي لولادي. وتابع إدوارد: فضلت أحاول أعيش عادي، واتفقت أعمل العملية في يناير، بس كل ما كنت أبقى لوحدي أعيط، وجالي جلطة في القلب، وعملت قسطرة و3 دعامات، وكان عندي تاني يوم تصوير حلقة رأس السنة في البرنامج مع هشام عباس وشيماء سيف. تحدث إدوارد عن الدعم الذي تلقاه من زملائه خلال فترة مرضه قائلاً: عملت عملية الاستئصال، ومش هقدر أنسى وقفة مصطفى قمر معايا، كان بايت معايا في المستشفى، ومن أجدع الناس اللي شفتها في حياتي. وزارني أحمد السقا وأحمد رزق وهاني رمزي وباسم سمرة، وكلمتني إلهام شاهين وأحمد السعدني وعمرو سعد وناس كتير. يذكر أن إدوارد عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل إيش إيش من بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وعدد من ضيوف الشرف وهم محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد زاهر، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي. كما كشف إدوارد سر قيامه بتكذيب خبر خضوعه للجراحة قائلاً: ما كنتش قادر أستحمل نظرة الناس، مش عايز أمشي حد يقول لي ألف سلام عليك أنت كويس، عايز أبقى قوي وأقوى من الأول. والتجربة على قد ما هي صعبة غيرت فيا حاجات كتير.